اهلا بكم من جديد. النهارده يمكن موضوع الفيديو بتاعنا غريب شويه. طبعا الدنجوان معروف بعلاقاته النسائيه وقد ايه الناس مغرمه بيه ومعشوق النساء قديما وحديثا على فكره. يعني دايما هو فتى احلام اي سيده او بنت في احلامها. تخيلوا بقى القامة الكبيرة ديت رشدي أباظة. كان في فتاة واحدة أو ست واحدة بس بتسحره ودايما هي فتاة أحلامه، وكان بيحبها جدا وكان حابب يتجوزها لكن ما قدرش وما عرفش. تخيلوا معانا سعاد حسني طبعا المعروفة بسحرها وان هي سحرت الكثيرين من الرجال يعني في عصرها، وكانت فتاة احلام ناس كتيرة جدا. هي دي الست اللي قدرت تخلي رشدي أباظة يعجب بيها ويبقى حريص جدا انه يعترف لها بحبه، وفعلا اعترف لها بحبه مرتين وهو راكع قدامها وقدام عينيها. أول مرة كانت في فيلم غروب وشروق. أثناء تصوير الفيلم في الكواليس اتفاجئ الكاست بتاع الفيلم وسعاد حسني نفسها بأن هو ركع قدامها واعترف لها في حبه، قال لها إن أنا بحبك. طبعا سعاد حسني عارفة ان رشدي أباظة مشهور بالنزوات وخصوصا مع الفنانات والكلام ده، فطبعا ما صدقتهوش. يعني قالت اكيد يعني بيقول كلام مش حقيقي ومن ورا قلبه، مجرد بيلعب بيا وبمشاعري. فقابلت الموضوع بهزار، قعدت تضحك وتهزر وكده والكلام دوت، وقعدت الموضوع مجرد هزار. مرت الأيام والسنين واتقابلوا تاني في عمل تاني هو الحب الضائع. وبالرغم من وجود طبعا البطلة الجميلة زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون في الشرق الأوسط، إلا إن هو برضو تأثير سعاد حسني فضل موجود قدام رشدي أباظة. وفعلا في الكواليس بتاعة العمل دوت اللي هو الحب الضائع وقف برضو رشدي أباظة وركع قدامها وقال لها برضو بحبك. هي اتلخمت طبعا والموضوع بقى صعب، راحت جاية حبت تهرب ازاي، راحت جاية مصوتة الحقني يا بركات اللي هو المخرج بتاع الفيلم. الحقني رشدي بيقول لي كلام هيدوبني. وحبت تهرب من الموضوع بأسلوب شيك يعني، واتهربت منه كالعادة. وبكده يبقى مرتين ركع قدامها رشدي أباظة واعترف لها بحبه، وبالرغم من كده ما اتجوزهاش. وده يبقى نهاية الفيديو بتاعنا النهاردة، وتحياتي ليكم.